خلال الحج قد تؤدي بعض الأخطاء البسيطة في استخدام الأدوية إلى مضاعفات صحية خطيرة. من أكثر الأخطاء شيوعاً نسيان أو تأخر جرعات الأدوية، خاصة أدوية الضغط والسكري والقلب، بسبب الزحام وتغير الروتين اليومي للحاج. لذلك استخدم منبه للتذكير بموعد أدويتك، وأحرص على حمل أدويتك معك دائماً في حقيبة اليد وعدم تركها في الأمتعة الكبيرة. من الأخطاء أيضاً تعريض الأدوية لدرجات حرارة عالية، خصوصاً الأنسولين وأدوية الحساسة للحرارة، مما قد يؤثر على فعاليتها. لذا احفظ أدويتك بدرجة حرارة مناسبة للحفاظ عليها من التلف. كما ينصح بعدم الإفراط في استخدام المسكنات دون استشارة خاصة من الطبيب مع الجفاف والإجهاد أثناء الحج، لأن بعض المسكنات قد تؤثر على الكلى أو قد ترفع أو تؤثر على الضغط. ومن المهم أيضاً عدم استخدام أدوية الآخرين أو خلط الأدوية دون التأكد من التداخلات الدوائية، فليس كل دواء مناسب للجميع. وقبل الحج تأكد من تجهيز حقيبتك الدوائية، ولا تنسى حمل مسكن مناسب ولاصقات للجروح وسوار أو بطاقة طبية توضح إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو حساسية معينة. وأحرص دائما على شرب الماء باستمرار لتجنب الجفاف. دوائك في الحج جزء من سلامتك، وحج بصحة يبدأ بالوعي. وفي الختام نسأل الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا لحجاج بيت الله الحرام. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.